عبد العزيز محمد رحمه الله قتل في محرابه، لكن الدولة العثمانية لم تسكت، لم يرق لها أن تنتشر دعوة التوحيد. الدولة العثمانية لم يرق لها هذا، فأرسلت إبراهيم باشا من مصر على جيش عن طريق البحر الأحمر حتى وصلوا إلى جدة، ثم إلى مكة، ثم إلى المدينة، ثم إلى ينبع، ثم عادوا إلى الطائف، ثم إلى تربة، ثم شقرة ومرآت والرياض، حتى وصلوا الدرعية وحاصروا أهل الدرعية 6 أشهر. ليس عندنا والله بترول حتى يلاحقونا من أجله، وليس عندنا والله أموال ولا ذهب حتى يطاردوننا من أجلها، إنما معنا هذا التوحيد. ولو كانت الدولة العثمانية تحب التوحيد وتنصر التوحيد لفرحت بقيام هذه الدعوة، ما هو بتحاربها. فأين الذين يتشدقون بالدولة العثمانية ويتباكون عليها ويتمنون عودتها؟ لا أعادها الله، ويسمونها الخلافة، ولا وصف واحد من أوصاف الخلافة ينطبق على الدولة العثمانية، إنما هي خلافة القبور والأضرحة والشرك والتصوف. لا يكاد يوجد ضريح في العالم الإسلامي اليوم إلا والدولة العثمانية لها نصيب في قيامه ومشاركة في دعمه. فكيف تأتي تقول لي تتمنى عودتها؟ إذا كنت تتمنى عودتها فأنت تتمنى عودة الشرك والأضرحة والقبور. ولولا الله ثم هذه الدولة السعودية التي قامت على منهج السلف الصالح لرأيت العبث ما زال موجودا في هذه البلاد. فحاصر الدرعية 6 أشهر حتى خرج إمام عبد الله بن سعود أمير الدرعية وقال: يا إبراهيم باشا، أنا أسلم نفسي بشرط أن تفك الحصار عن أهل الدرعية. شوف، يقدم نفسه فداء لأهل الدرعية، قال: أنا أقدم نفسي وأسلم نفسي بشرط تفك الحصار. قال إبراهيم باشا: لك ذلك، ولكنه خان العهد، خان العهد. واستمر الحصار على بعض الروايات إلى سنة كاملة على الدرعية، حتى أنه دفع عن إبراهيم باشا مكافأة: لكل رأس وهابي تأتون به لك 6 دولارات. يقول المؤرخون كما ذكر ذلك أبو مسعود الندوي وغيره، قال: حتى جمعت أمامه، أي إمام إبراهيم باشا، ما يقارب 5000 جمجمة من جماجم أهل التوحيد. ثم دخل للدرعية يعيث فيها فسادا، فجاء إلى الإمام سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد. ولو سئلنا أو حطينا مسابقة قلنا من مؤلف كتاب تيسير العزيز الحميد، والله ربما لن يجيب أحد إلا أن يشاء الله. لكن أهل السنة وأهل العلم ومحبي التوحيد يعرفون سليمان بن عبد الله، شاب عمره 33 جيء به مكبل بالسلاسل والأغلال إلى المقبرة، ثم جاء إبراهيم باشا بالفرقة الموسيقية فعزفت وسط المقبرة، ولما انتهت أمر بإطلاق البارود على سليمان بن عبد الله، فتناثرت أشلاءه في أماكن بعيدة من جسده، مزقوه تمزيقا. ثم جاء إبراهيم باشا يتبجح بهذه الجريمة، وذهب إلى والد سليمان اللي هو عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، يتبجح عنده باللهجة المصرية ويقول له: أتلنا ولدك يا عجوز. فقال له الإمام عبد الله والد سليمان: لو لم تقتله أماته الله. هذا عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. هذه العقيدة الصحيحة التي نشأ عليها أئمة الدعوة رحمهم الله. ثم جاءوا بعبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، جاءوه وأخذوه أسيرا هو وأسرته ومن بقي من آل محمد بن الوهاب وآل محمد بن سعود، وأخذوهم إلى مصر إلى القاهرة. يقول الجبرتي في تاريخه: فبيعت النساء في أسواق القاهرة، الأم تباع لرجل وابنتها تباع لرجل آخر من هؤلاء الأسرى.
وأما البقية فأخذوا إلى اسكندرية وعلقوا هناك في مشانق الإسكندرية. وبقي الإمام عبد الله بن سعود ومن معه أخذوا إلى اسطنبول عاصمة إيش؟ الدولة العثمانية، اللي تباكى عليها بعض دعاتنا من مشايخ الصحوة وأمثالهم. أخذ إلى اسطنبول وهناك حُكم محاكمة ظالمة وأعدم وقطعت رأسه ووضعت في مدفع وفجرت، وطافوا بجسده على عربة في شوارع اسطنبول 3 أيام بلياليها حتى يكون عبرة لغيره. هذه الشريحة من التاريخ وهذه القطرة من البحر العظيم من سير هؤلاء الأئمة أكثرنا لا يعرفها، بل لأول مرة يسمعها. أقول قدموا أرواحهم ومهجهم وأنفسهم وكل غالي ونفيس من أجل أن تقوم دولة التوحيد. لأن دولتنا يا أخوان ما قامت على انتخابات ولا برلمانات ولا تصوير كاميرات وفلاشات ولا كراسي اقتراع ولا صناديق انتخاب. قامت على رؤوس قطعت ودماء أريقت وأرواح أزهقت لأجل أن يقوم صرح التوحيد الذي نتفيأ ظلاله اليوم. ويا ليتهم تهنوا فيه رحمهم الله. أنا وأنت اللي ورثنا هذا الخير العظيم، هذه النعمة العظيمة، أنا وأنت ورثنا.